السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع وصفات فيصل. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذه الحلوى اللي كما كتشوفوا معايا كتجي رائعه في الشكل ديالها ولا حتى في المذاق وبمكونات جد بسيطه. يعني شوفوا كيفاش كتجي هائله. كنتمنى تجربوها وراه غادي تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وفي المكونات ديال هذه الحلوى كنحتاجوا 125 غرام ديال المارغرين، كنحتاجوا نصف كاس ديال سنيده ديال الكاس ديال العلبه، وكنحتاجوا ربع كاس ديال زيت المائده، واحد الفاني وزن 7.5 غرام، وغادي نحتاج نص خماره للوزن نص خماره الوزن ديالها 8 غرام، يعني غادي نحتاج 4 غرام. وعندي هنايا غنحتاج 300 غرام ديال الطحين مغربل وبيضه وقرصه ملح. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنديروا الزبده مارغرين، كنضيفوا عليها قرصه الملح، سنيده نصف كاس، وغادي نمعك سنيده مع الزبده مزيان حتى تولي لنا على شكل البوماده ونرجعوا. ودابا غادي نضيف الفاني، ساشي الفاني، وغادي نضيف ربع الكاس ديال الزيت، غادي نخلط الزيت مع الزبده مزيان، وغادي نضيف البيضه، غادي نخلطها مزيان، وغادي نضيف الخماره نصف خماره، النصف ديالها، وغادي نضيف الطحين غير بشويه بشويه. عندي هنا 300 غرام. ودابا كما كتشوفوا معايا هاني جمعت العجينه، غادي نقسمها على جوج. غادي نزيد هنا واحد 2 المعالق كبار ديال الطحين، غادي نخلطها مزيان حتى نخلط الطحين حتى كيدخل في العجينه مزيان. ودابا بعد ما ضفت الطحين لهاد العجينه غادي نشد النصف الثاني وغادي نضيف ليه 2 المعالق كبار ديال الكاكاو. هاد الكاكاو بدون سكر، ما فيش سكر. وغادي نخلط مزيان حتى كيدخل مزيان في العجينه ونرجع معاكم. ودابا كما كتشوفوا معايا هاني عندي كويره عندي جوج العجينه قسمتها لجوج. هنا درت كاكاو وهنايا زدت واحد شويه طحين باش كيوليو بحال بحال. دابا غادي نبدا نشكل في الحلوه ديالنا. الحلوه كتجي زوينه في المنظر ديالها وساهله. كنشد واحد شويه من هنا هاد العجينه البيضاء ندير بحال هكا، شويه من هاد العجينه كما كتشوفوا معايا بحال هكا. كنجمعهم من هنا شويه ومن هنا، وكنديرهم في سنيده. عندي هنايا سنيده كنضغط عليها واحد شويه، كنهزهم وكنشكلهم. كنبدا كندير بحال هكا. بسم الله. كما كتشوفوا معايا كتجي على شكل اوراق ديال الشجره، ورقه ديال الشجره. كما كتشوفوا معايا كتجي بحال هكا. عندي هنايا الطاوه مدهونه بالزيت، ولا كديروا الورق ديال الطبخ. المهم كنحطها هنايا
وكنبقى من الاحسن باش ما العجينه هنايا عندنا فيها كاكاو كديروا الحرابل حتى كتكملوا هذه اللي باش كتبداو كتجمعوا فيها كتلصقوها. ندير معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه مزيان. نديرو في سنيده نضغطوا عليها شويه ملي باش كنشكلو بالسكين. كما كتشوفوا معايا المنظر ديالها كيجي زوين. كنديرها وكنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا هاني شكلت الحلوى كامله. دابا عندي الفران سخون، خصو يكون الفران سخون بزاف. ملي كتدخلوها كتنقصوا النار وكديروا نار مهيله كطيب من التحت. المهم كتراقبوها ملي كطيب من التحت كديروها كتحمر غير واحد شويه، هي شويه كتشد واحد اللون مذهب يعني رهيب، هي شويه وكتحيدوها. دابا هي الحلوى يلا خرجتها من الفران كتخليوها بحال هذا الشكل كتحمر هي شويه وكتخرجوها. نصايبها في طبق التقديم ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. كما كتشوفوا معايا كتجي زوينه من ناحيه المنظر ولا حتى من ناحيه المذاق. كنتمنى تجربوها واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.